بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل هريسة سورية بطريقة سهلة جدا. هريسة باللوز، طريقة سهلة جدا وبسيطة. نخش مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل طريقة الهريسة السوري بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة. هنعملها مع بعض. المكونات بتاعتنا: معانا كيلو سميد، معانا كيلو سميد، هنزل عليهم بكوبايتين سكر، كده كوبايتين بالظبط. هنزل بمعلقة بيكنج باودر كده، صودا. هنزل عليهم بمعلقة ملح صغيرة خالص، 5 جرام بالظبط، 5 جرام ملح. يبقى احنا كده حطينا كيلو السميد بتاعنا، حطينا عليه كوبايتين سكر، حطينا عليه معلقة بيكنج صودا يعني بيكنج باودر، حطينا عليه 5 جرام ملح بالظبط. تمام. هنحط بقى كوباية زبادي، هنحط عليهم كوباية لبن بودرة أو 200 جرام لبن بودرة. يبقى أنا كده هنحط اللبن البودرة من 200 جرام ل 150. هضيف عليهم 200 جرام لبن حليب عادي، هحط 150 جرام، 150 ل 200 مية دافية. هنقلب بقى المكونات بتاعتنا دي كلها. المية بقى لحد ما يعني القوام اللي احنا محتاجينه. احتاجت مية تاني هنحط مية تاني بحيث ان هي توصل للقوام اللي احنا محتاجينه. ممكن نديها شوية سيرب دلوقتي لو احنا محتاجين، بس احنا هنخلي السيرب ان شاء الله في اخر حاجة طبعا لما نشربه. احنا ممكن نستغنى عن المية ونحط كلها لبن، ممكن نستغنى عن اللبن ونحط مية. طالما حطينا لبن بودرة هنا بيغنينا عن ايه؟ اللبن البودرة بيغنينا عن اللبن الحليب. كده احنا قلبنا المكونات بتاعتنا. لو حابين نديها سنة سمنة بلدي نديها سنة سمنة بلدي، بس احسن هنخليها السمنة البلدي اخر حاجة اهو. الخليط بتاعنا اهو.
ممكن نديها شوية لبن صغيرين. ممكن نديها شوية لبن صغيرين او شوية مية دافية صغيرين. اديناها شوية لبن صغيرين عشان محتاجين القوام بتاعها يبقى بالشكل ده كده اهو، شايفين. هجيب بقى صينية ادهنها سمنة، كده تمام كده. هنجيب الصينية بتاعتنا، افضي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسويها بقى كده كده. ديت اللي احنا حطيناها دي سمنة بلدي كده كده، يعني ايه، هتعمل شغل معانا حلو وريحة حلوة كده. هسيبها بقى انا في التلاجة لمدة ليلة كاملة. هنسيب دي نديها دقيقتين كده، هغطيها بقى واسيبها ليلة كاملة في التلاجة. تمام كده. وبكده الهريسة بتاعتنا اهي طلعناها من التلاجة بعد ما سيبناها ليلة كاملة بالظبط. هقطعها وهنحطها في الفرن. هنحطها في الفرن بتاعتنا. نسخن الفرن على درجة حرارة 180. لسه احنا هنقطعها تاني برضو. انتوا بقى التقطيع ده على حسب ما تقطعوا، عايزينها كبيرة صغيرة زي ما تحبوا. هنقطعها صغيرة. كده قطعناها، هنحطها بقى في الفرن. هنا طلعتها من الفرن بقى كده بالشكل ده. طلعناها من الفرن بالشكل ده. هقطعها برضو تاني عشان خاطر التقطيع بتاعنا. هقطعها تاني واحط اللوز بتاعي واقوم مدخلها في الفرن تاني كمل سواها. لازم نعمل الحركة دي حتى في البسبوسة بتاعتنا. ممكن لما نيجي نقطعها نعمل الحركة دي برضو. شايفين كده قطعناها. هجيب اللوز بتاعي بقى. هدهن الاول عليها سمنة بلدي وهحطها في الفرن تاني. ندهن سمنة او زبدة اللي متوفر عندنا.
هندخلها الفرن تاني، تاخد بقى تكمل بقية السوا. سمنة بلدي، زبدة، اللي متوفر عندنا. انا كده بقى ايه دهنتها كلها كده. ريحتها تحفة طبعا، ريحتها طلعت. هحط عين الجمل بتاعي بقى، اسف اللوز بتاعنا. وهحطها في الفرن تاني. وبكده خلاص خدت الوش بتاعنا اللي احنا محتاجينه. هنزل عليها بقى بالشربات. هنسيبها كده لمدة ساعة تشرب الشربات بتاعنا. بعد ما سيبناها بقى كده نص ساعة اتشربت كده من الشربات بتاعنا، هنغرف بقى في الطبق بتاعنا. شايفينها طلعت ازاي؟ عليها كده اهي حلوة، نغرفها. وكده خلاص خلصنا الهريسة بتاعتنا بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اشوفكم في فيديو جديد، الى اللقاء.